السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل. النهاردة هنعمل مع بعض في الفطار سموزي تحفة هيعجبكم جدا. النهاردة قلت افطر كده حاجة مغذية وكلها فوائد وقليلة النشويات. فهحط كده فراولة. الفراولة دي كانت في التلاجة. طبعا السموزي بيكون ساقع، ولكن عشان احنا في الشتاء هسيبه بره شوية الاول وبعدين اشربه. اول حاجة احط الفراولة. دول كده شوية فراولة يعني. هاخد نصهم. تمام، انا هعمل لعمر وهعمل لنفسي الاول، فقلت احدد كميتي الاول وهدوقه، لو عجبه هكمله. وهحط موزاية واحدة بس. انا فصلهم برضو عن بعض. الوجبة دي مفيدة جدا، ممكن تعمليها كمان قبل ما تروحي الجيم. هتديك باور تحفة يعني. كده موزاية وفراولة. هنحط دلوقتي معلقتين شوفان. لو انت عايزه تستخدمي شوفان حبه كامله اللي انت عاوزاه يعني، عشان في ناس بيسالوني انت ليه بتستخدمي ده. انا ده بحب طعمه. انت هاتي الحبه الكامله وطحنيه شويه، او هاتي ده اللي انت عاوزاه يعني، كل واحد حسب اللي هو عاوزه. انا مش بايدك باي حاجه يا جماعه خالص، كل واحد اللي هو عاوز يعمله. دول معلقتين من الشوفان اللي هو مجروش كده، مش مطحون قوي. وبعد كده هحط كوبايه حليب خالي الدسم. ماشي، ما عندكيش خالي الدسم اللي هو زي ما قلنا اغليه وحطيه في التلاجة لمدة يوم، بعد كده شيلي القشطة واستخدميه. ماشي، بعد كده هضربه انا بقى بالهاند بلندر. ولكن هحط الاول التحلية بتاعتي، هحط معلقة عسل ابيض. انا هحط مش معلقة، انا هحط نص معلقة عسل ابيض كده. تمام. طبعا كمان هيقعد فيها شوية في المعلقة. انا هاكلها لعمر، هو بيحب ياكله بالمعلقة كده يعني. هو بيحب الحاجات المسكرة عموما. فانا حطيت يعتبر كده اقل من نص معلقه، يعني يعتبر معلقه صغيره عسل ابيض. وبالهاند بلندر بقى واضربيه. ما عندكيش هاند بلندر في الخلاط عادي جدا، عايزه تضربيه الاول بعد كده تضيفي له العسل اللي انت عاوزاه. ماشي اهو. مشكله الهاند بلندر اللي هو لما بينزل تحت عايز يرتكز تحت قوي، فانا بحاول ارفعه عشان اضرب بيه كويس. فبتلاقي بصوا زي ما انتم شايفين كده، لو انا مش ماسكه ممكن يلف مني ويقع. تمام. هحاول اضربه اهو. طبعا لازم الشوفان يختلط كويس بالمكونات، وبدأ طبعا ياخد اللي هو اللون الاحمر ده بتاع الفراولة. انا عايزه اقول لكم المشروب ده بيبقى طعمه تحفة. ممكن كمان لو عندك الاسبانيش اللي هي السبانخ الصغيرة، ممكن تضيفي سبانخ، هيبقى كله قيمة غذائية. او الطعم مش هيبقى اللي هو فظيع قوي، بس بجد تحفة يعني. حلوة قوي، وكمان المشروبات دي في الصيف هتبقى احلى كمان. بس انا بصراحة كنت عاوزة اشربه، وقلت حلو كده في الفطار خفيف، لان ساعات الواحد بيبقى صاحي ملوش نفس. انا دقته دلوقتي تحفة جدا اهو. هشربه بقى براحتي، وده هيكون فطاري ان شاء الله، ونتقابل مع بعض على الغدا. بصوا دلوقتي انا كنت طبعا فطرانه من بدري، واخده اللي هو السموذي اللي انا عملته معاكم من موز والفراوله والشوفان والحليب، وحطيت عسل. بجد كان حلو جدا ومشبع وبيدي طاقه، وده ممكن اصلا تاخديه كمان قبل الجيم علشان تعرفي يعني تعملي رياضه في الجيم وكده. دلوقتي السناك، انا هاخد سناك النهارده يعني سناك خفيف، وكمان هجرب دول. انا طبعا كنت فطرانه من بدري ولسه شويه على الغدا. فهاخد اللي هو الفتنس ده. هو طبعا موجود في كل حتة دلوقتي، وده بالشوفان يعني صحي جدا. مكونات بتاعته رقائق الحبوب الكاملة المخبوزة، فيه بطعم الكمون والليمون طبعا، وده بطعم الطماطم. تمام. والبصل. آه، في دقيق قمح كامل، دقيق شوفان كامل، دقيق أرز كامل، دقيق ذرة كامل، ونخالة القمح أو الجلوتين، ونشا الذرة، وزيت نباتي دوار شمس، وفيه مكسبات طعم ورائحة طبعا وألياف نباتية. تمام. هو كويس جدا، ويعني مفيهوش دهون كتير ولا أي حاجة خالص، وحجمه كمان مش كبير. هشوف كده السعرات بتاعته ايه بالظبط. 131 كالوري. 131 كالوري، يعني سناك حلو جدا وصحي جدا، احسن كمان من البطاطس اللي هي الفرن دي، مع انها برضه انا بحبها جدا، بس دوت بيقولوا ان هو احسن يعني. وصحي اكتر. انا مش عارفه بصراحه، محتاره اجرب اي واحد، فهجرب معاكم اللي هو بالطماطم ده. تمام، ده سناك، وهفتحه واقول لكم رايي فيه ايه. هو تقريبا على ما اعتقد ب3.5، لان انا كنت جايبه حاجات تانية معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا من جوه، انا هجيب طبق واحطه لكم فيه علشان تعرفوا كميته بالظبط قد ايه. اهو جبت طبق.
ده شكله من جوه، ريحته حلوه جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. على ده مش باين قوي الطعم بصراحه، هجرب بالحته التانية دي. طعمه حلو جدا، على ما اعتقد ان هو هيشبع. انا اول مره اجربه الحقيقه. فكميته كمان معقوله، وده طبعا ممكن تجيبيه لولادك بدل ما تجيبي لهم شيبسي او حاجات من اللي هي التانية اللي احنا مش عارفين صحيه ولا ايه. ده المفروض ان هو منتج صحي، فممكن تجيبيه لولادك وتعوديه عليهم. طعمه حلو برضو، الطعم اللي فيه شبه الشيبسي شويه، بس طبعا بالشوفان وحاجات صحيه جدا، فممكن تجيبوه لهم بدل ما ياخدوا شيبسي وحاجات دي زي دي. حتى لو هم اطفال هيعجبوا جدا، على فكره هيعجبهم جدا. طعمه حلو، وان شاء الله لما اجرب التاني هقول لكم برضو رايي فيه. وده هاخده سناك كده، هتسلى فيه لحد ما اجهز الغدا. يا حبايبي دلوقتي جه ميعاد الغدا ان شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان انا النهارده طبقت صيام متقطع. انا فطرانه الساعه 10 وهحاول اوقف اكل على الساعه 6 مساء. تمام كده. فانا طبقت صيام متقطع النهارده، وانا ان شاء الله هشرح لكم بالتفصيل. اللي هو احنا بنصوم 16 ساعه، بناخد اكلنا كله في 8 ساعات، وده بيخلي هرمون الجروث هرمون او هرمون النمو يشتغل، وده اللي بيساعد على حرق الدهون اكتر، فبالتالي بتلاقي الدهون بتتحرق اسرع. تمام. النهارده يكون الغدا بتاعي محشي زي ما احنا شايفين، وفراخ مشويه. المحشي والله انا ما كنتش عاملاه، انا عملت فراخ مشويه، وماما هي اللي بعتت لي المحشي ومسوياه كمان. ربنا يديها الصحه ويخليها لي يا رب. فانا دلوقتي هاخد بس 6 محشيات صغيرين كده، وربع فرخة مشوي. الفراخ عملتها بطريقة صحية وجميلة جدا. طبعا غسلتها ونضفتها كويس قوي، وشلت الجلد منها تماما. بعد كده شرحت الصدر طبعا عشان بيبقى شوية مليان اكتر من الوراك، فممكن يحتاج سوا اكتر. شرحته وتبلت فلفل اسود وملح وبصل مفروم، حشيته في الحتت دي. وكمان جيت بعدها، وطبعا حطيت من فوق ومن تحت برضو، وجيت من فوق الفراخ وقطعت بصل وطماطم. فالبصل والطماطم دول طبعا لما بينزلوا كده في الفراخ في الصينيه بيدوا صوص جميل جدا جدا. محطتش ميه ولا اي حاجه خالص، هو كده لوحده. بس بجد كان طعمه جميل قوي. فهاخد ربع فرخة وهاخد المحشي ده، وطبعا في سلطة انا مقطعة يعني طماطم وخيار جنب الاكل. ماشي. صورت لكم طبيعي انا بس يعني. ده يكون غدايا. طبعا الساعة دلوقتي خلاص بقت 4، فيعني فاضل لي ساعتين 2 بس. في اخر ساعتين دول هحاول بس على الساعة 6 كده اخد زبادي وحاجة معاه وخلاص، يعني مش هاخد اكتر من كده. بالله عليكم يا بنات، بالله عليكم حاولوا تنتظموا في الدايت، حاولوا تخسوا. مفيش حاجه تستاهل والله ان انت حد يقول عليك تخينه، ولا ان انت تسيبي جسمك لما يتخن قوي. انا الفتره اللي فاتت بصراحه لخبطت، وبحاول ارجع تاني علشان عايزه الثقه في، يعني ثقتي في نفسي تفضل موجوده. الواحده لما شكلها بيبقى مش حلو او تتخن شويه، طبعا احنا كلنا الحمد لله البنات كلها جميله وامارات يعني، بس مجرد ان انت بتلاقي شكلك بيتخن او مش عارفه تلبسي، النفسيه بتتعب خالص. فما تخليش توصلي للمرحله دي. دايما عايزين يبقى عندنا ثقه في نفسنا، ونخس عشان نفسنا مش عشان حد معين، لا خالص. خس عشان نفسك، عشان صحتك اول حاجه. ما تستسلميش ابدا. لو انت حتى بتنزلي ببطء استمر، هتلاقي الوقت هيجي، الوقت هيعدي عليكي. لما الوقت يعدي عليكي وانت خاسه، احسن ما الوقت يعدي وانت واقفه مكانك. يعني حتى لو بتخسي نص كيلو كل اسبوع، هيجي وقت وهتخسي اكتر صدقيني. هو الموضوع بس عاوز اراده. وانا باذن الله باذن الله الفتره الجايه، بس لما السقعه دي تخف شويه، عشان الواحد مش متشجع يعمل فيديوهات، هنزل لكم حاجات تشجعكم باذن الله. دلوقتي باذن الله اخر حاجه هاخدها العشاء. بس قبل ما اقول لكم العشاء ونتكلم شويه، بجد انا متضايقه قوي الفتره دي، حاسه المشاهدات قل قوي عندي، والناس مش زي الاول. معرفش في الشتاء بقى بياكلوا ولا ايه. بس يا جماعه والله العظيم انا حاسه قناتي مظلومه. يعني في قنوات تافهه جدا جدا وما شاء الله مشاهدات عاليه، والناس بتتفاعل وبتعمل لايكات كتير. يعني انا اظن ان قناتي الناس بتستفيد منها اكتر. يعني بحس ان انتوا بتكسلوا تعملوا لي لايك. ليه يا جماعه يعني؟ ليه مش بتعملوا لايك وتشجعوني اكتر، وعشان الفيديو يوصل للناس اكتر والناس تشوفه اكتر؟ اللايك بجد لما بتعملي لايك ويحصل لايكات كتير اول ما الفيديو بينزل، بيخلي ناس تانية تشوفه اكتر والمشاهدات بتعلى عليه. فيا ريت ما تستخسروش فيها لايك. يعني لو انت بتستفيد بمعلومه صغيره جدا، اعملي لايك، خلي الناس تشوف الفيديو
فيديوهات اكتر، لاني احيانا بيجيلي حالة من الاحباط، والله العظيم ببقى مش عاوزة انزل فيديوهات من كتر ما بتعب وبهمل في بيتي كتير. يعني بحس ساعات باهمال لما بقعد اصور فيديوهات، واخد من وقتي طبعا وانا معايا طفل صغير. فاعذروني يعني، يا ريت تعملوا لي لايكات اكتر عشان تشجعوني استمر وانزل لكم وصفات صحية وكده. يعني ببقى كتير قوي عاوزه انزل حاجات، وبنزل مثلا الاقي 3000 مشاهده بس في يعني قناه ما شاء الله، يعني 235 الف مشترك ما شاء الله. يعني لو كل واحد من المشتركين دول بيدخلوا يتفرجوا على الفيديو، يعني بصراحه يبقى القناه يعني ما شاء الله يبقى التفاعل عليها حلو جدا. بس طبعا الناس مش عارفه بتكسل ولا ايه. فيا ريت تعملوا لايك. طبعا الفيديو اخر حاجه بس في العشاء يعني هيكون الزبادي والاستفندي دوت بس، يعني عشاء خفيف خالص اهو. وطبعا هشرب ميه، دي اخر حاجه في اليوم الساعه 6 مساء. الصيام المتقطع حلو، اللي عاوز يطبقه لو عندك دهون في جسمك وعايزه تطبقيه طبقيه. واخر حاجه برضو في الفيديو اقول لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تتابعوني، وفعلوا الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديو اول باول. اشوفكم على خير والسلام عليكم.